السلام عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا معايا هاد لا فيديو. المهم استسمح على الصوت ديالكم كنت راه تصفر. راكم عارفين البنات، والله الا وليت كنعكز انني ندير المونتاج في يعني تنصور الفيديو وندير المونتاج. هادشي علاش نبغي ندير كلشي خطره وحده جمع وطوي. المهم البنات، اليوم غادي نشرب معكم واحد الدجاجات ان شاء الله نوجدوهم للعيد. عواشر مبروكه وعيد مبارك سعيد يا ربي يدخل عليكم بالصحه والهنا وبكل ما تمنيتو ان شاء الله. اول حاجه غادي نديرها البنات، انا غادي نقرب هاد القزبر في هاد الماشينه، غنديرها يدويه. تعطوه هكذا قزبر معدنوش، تبعوا على حساب واحد الربيطه تاع القزبر معدنوس. صافي غادي نديرهم في هاد الاله. كما قلت لكم هذه راه يدويه ماشي كهربائيه، ولكن حتى هي راه عمليه. صافي البنات، من بعد ما درت القزبر انا غادي نركبها. السكر ديالها راه ساهل، راه عمليه بزاف البنات هاد الاله. صافي ونبقى نطحن ندور. راني درت فيها بزاف رافضه، ولكن هذه راه دايره بحال الهاشوار، هذه راه بحال الهاشوار ولكن يدويه. المهم انا غادي نطحنوه كامل وغادي نوريكم الشكل ديالو كي جا ولا الحجم ديالو. بالنسبه للثومه البنات انا غادي ندير هادو، تبارك الله كبار. شوفوا شحال عندي تاع الثومه، عندي 3 تاع الدجاجات البنات ولكن تبارك الله كبار. المهم تابعوا معايا لا فيديو حتى نطحن هذه ونكمل معكم. المهم البنات غادي نطحن، مره كنمشي هكذا ومره كنمشي هكذا، يعني عكس. شوفوا معايا راه بدا كيتقرط، ولكن غادي نزيد له، ما نخليهش هكذا. المهم البنات، من بعد ما قطعت اولا قرطت القزبر ديالي والمعدنوس، انا دابا غادي نديرو في واحد الكاسرونه باش ندير عليه العطريه. صافي وغادي نقشر هاد الثومه معكم ونحكها عليه. المهم تابعوا معايا لا فيديو حتى النهايه ديالو. كما شفتوا معايا الحبيبات ديالي، من بعد ما درتو في ديك الكاسرونه غنحكوا عليه دوك الثوم. غنحكوها البنات يعني غير في ديك الحكاكه الرقيقه. صافي وغندير العطريه معكم. بالنسبه للعطريه كما العاده، المهم كلشي كيعرف يدير العطريه تاع الدجاج، ولكن تابعوا معايا. المهم الغزالات ديالي درت بزار، درت ملحه. غادي ندير شويه تاع الخرقوم، يعني الخرقوم كيكون شويه بالزايد. انا ما كنستعملش البنات الملون اصفر، الزعفران ما كنستعملوش. المهم غادي ندير سكينجبير، حتى سكينجبير كيكون البنات بالزايد. سكينجبير وغادي ندير واحد النص حامضه نعصرها، وغادي بحال داك اللب بالمعلقه كنجبدو.
يعني كندير نص حامضه بها باللوب ديالها، ولكن ما نقطعوش. صافي شنو اخر درت؟ صافي الحامض كما كتشوفوا معايا، كنحيد له داك العلف ديالو، غادي نعصرها. صافي وغادي نبقى بالمعلقه، غادي تتبعوا معايا تشوفوا الطريقه اللي كنديرها بالمعلقه. كنحيد بحال اللي كنحيد لها داك لي زيست اللي كيكون رقيق، كنحيدو كنديرو حتى هو في الدجاج. درت واحد الضمه ديال ثومه غبره، ودرت السمن. خلطت العناصر ديالي او المكونات ديالي كامل بالمعلقه، ما ضفت حتى شي قطره ديال البنات نهائيا. غادي نشرم الدجاجات ديالي، غادي نخليهم في الكونجيلاتور. كما كتشوفوا معايا تبارك الله الدجاج تاعي راني نقيته البارح وخليته يستقطر كما كتشوفوا معايا. صافي دابا غادي نبقى نشرم الوحده. عندي 3 تبارك الله كما قلت لكم كبار، عندي 3. بالنسبه للشرموله ديالي راه ما درتش فيها نهائيا الماء، نهائيا ما درتش فيها الماء. صافي بقيت كندخل ديك الشرموله في الفخيدات وفي العناق وفي الصدر. درت له تقيبات هكذا بصبعي كما كتشوفوا معايا. يعني هذه هي الطريقه. الاساس اننا ما نديروش الماء في الشرموله البنات، لان ملي كنديروا الماء الشرموله بحال كتجي مغسوله وما ما كتدخلش في الدجاج. شوفوا المهم درت تقيبات هكذا بصبعي كما كتشوفوا. شوف تبارك الله كل تقبه قدها قداش. صافي غندخل معاهم الشرموله باش ديك الشرموله تدخل لي في الصدر، وحتى الصدر يجي لي بنين، يعني ما يجيش باسل. المهم البنات تابعوا الطريقه، راه الفيديو كيشرح نفسه. صافي كما كتشوفوا معايا راه ما جاش صفر لانني ما كنستعملش الملون اصفر، يعني غير الخرقوم. ولكن ملي كيطيب راه كيعطي اللون ديالو مع التحميره، راه كيعطي اللون هو هذاك. صافي الحبيبات ديالي من بعد ما كملت الدجاجات تاعي ب3 كما كتشوفوا معايا، بقيت كنطقبهم هكذا شويه بالموس باش تدخل لهم هاد الشرموله. خليتهم تقريبا على حساب ساعه ونص ولا 2 سوايع. من بعد درتهم في بلاستيكات ودرتهم في كونجيلاتور. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. الى عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بالبارطاج والاشتراك ديالكم في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.